اهلا بيكم ريفيو جديد النهارده عن براند من البراندات الثابته جدا، ثباتها عالي جدا، رجالي ونسائي. النهارده هكلمكم عن المانسيرا كوكو فانيليا. الاصدار دوت من المانسيرا، عايزه اقول لكم ان هو قنبله موقوته. هوصل لكم احساس الكوكو فانيليا. بصوا، هو براند المانسيرا عامة في الكوكو فانيليا حب ان هو يزود نوتة الفانيليا مع جوز الهند عشان تطلع لنا ميكس سويتي، يعني الاكثر انفجارا. اكتر بارفان ممكن نلاقي فيه نوتة الفانيليا طاغية جدا وجوز الهند طاغي جدا هنلاقيها في الكوكو فانيليا. يمكن هو ده تاني اصدار بعد المانسيرا روز فانيليا، واللي احنا كلنا عارفينها وانتشرت انتشار جبار. الاكثر انتشارا بعدها هو من الحاجات الجميله، سويتي قوي قوي قوي. طبعا هو برضو فيه اخشاب فروتي سنه بسيطه، ولكن الاحساس الطاغي قوي 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 فيه الفانيليا وجوز الهند. نوتة الفانيليا يا جماعه وجوز الهند فيها فظيعة فظيعة. يعني أنا زي ما عودتكم، لو أنا هشبهها لكم بقى بحاجة، أنا مش هشبهها بقى بفنانة من الفنانات، لا ده أنا هشبهها بحاجة مختلفة تماما، وهو ده الإحساس اللي وصل لي، ولكم أن تتخيلوه وبعد كده تقرروا بقى. لكم حرية الاختيار، انتوا هتقرروا تشتروه ولا ما تشتروهوش. انتوا عارفين يا جماعة إحساس إن احنا بنعمل كيكة كده في البيت؟ اه بجد. لا يعني انتوا عارفين طبعا في وقت الشتاء ده مع الكيكة، اما بتعمليها في البيت ريحة الشقة بتبقى مفحفحة بطريقة، كمية فانيليا، كمية جوز هند بطريقة مش طبيعية. اهو ده بالظبط نفس احساس الكوكو فانيليا، كيكة متحركة في الشقة. انتي متخيلة بقى احساسك لما تبقي خارجة او في مناسبة whatever يعني، وحاطة الكوكو فانيليا، كيكة بفوحانها بفحفحتها كده ماشية في المتحركة. عشان كده انا دي من الحاجات اللي حسيت انها وجعت لي مناخيري. يعني هي حلوة، بس انا يعني في عاشقين للكوكو فانيليا بالذات عن المانسيرا روز فانيليا. الناس اللي هي بتقفل من الاصدارات اللي هي بتنتشر سريعا، فحولوا على الكوكو فانيليا عشان كمان تحقق لهم المعادلة الصعبة. المانسيرا من البراندات زي ما قلت لكم الحاجات اللي ثباتها هايل هايل جدا يعني. فدوروا على الاديشن ده تحديدا من المانسيرا عشان خاطر ما يبقاش منتشر، وبرضو عجبهم حتة الجوز الهند والفانيليا. هي حلوة جدا، بس بجد كأنك بالظبط كيكة جوز هند بتتعمل في الفرن، فوحانها في الشقة والفوحان بقى بيطلع بره بقى، يعني فوحان عالي جدا بطريقة مش طبيعية. ده اللي خلاني ان انا احس انها يعني مش متوظفة بالشياكة. يعني هي عميقة قوي، تكاد تكون انها تجزع النفس. يعني عارفين لما تعملوا تبقوا عاملين مثلا صينية حاجة حلوة وتحسوا ان طعم السكر يجزع نفسكوا، هي دي من البرفانات اللي بتجزع النفس، بتقفلك. يعني انا بحب البرفانات العميقة، اللي هي العميقة ايه، الساحرة الهادية كده، اللي هو احنا نحب نبقى هيمنين كده في النوتة العطرية بتاعتها. والناس اللي هم عاملين زي الحاجات اللي فيها جاذبية بسحر، برقة، بجمال. هو ده ممكن اللي يكون ما شدنيش للكوكو فانيليا، لانها عايزة حد يعني يكون بيحب ان هو ماشي بالظبط زي الفواحة اللي احنا بنبقى جايبينها في البيت، كل شوية ترش فواحان مش طبيعي. او المنسيرة ده بالذات الكوكو فانيليا من الحاجات اللي يعني مش ممكن بجد. الجوز الهند طاغي قوي 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 فيها مع الفانيليا، هم دول الاكتر مكونين في العطر دوت باينين.
يكاد يكون ان انا ممكن اقول ده اللي انا بشمه. يعني انا بشم الجوز الهند والفانيليا. طبعا انتوا عارفين المنسيرة رجالي ونسائي، ولكن يعني مش مستلطفة خالص برضو ان يبقى راجل ماشي كده. ولو ان انا بشم برضو دلوقتي ببقى ماشية كده صراحة، واشم رجالة معدية كده من جنبي وحاطين الروز فانيليا. مش عارفة، يعني هو هي وجهات نظر. عشان كده بقول لكم لازم تشموا الحاجة، ما ينفعش نجيبها بلايند باي ابدا خالص. الحاجات التقيلة دي، الحاجات الشرقي دي، ما ينفعش ان احنا نشتريها كده والسلام. هنحس بندم بعدها. فمش برشحه خالص ان احنا نشتريه كده من غير ما نكون شميناه، لان المنسيرة من الحاجات الشرقي التقيلة، خصوصا الاديشن ده المنسيرة كوكو فانيليا. ولكن هي في ناس متعمقة قوي في البرفانات وبتحب البرفانات جدا، عشقاه يعني، مع عشقها برضو الأول والأخير الكوكو فانيليا. فبرضو دي من الحاجات اللي هي لو احنا عايزين نبقى ماشيين متحركين صينية كيكة كده مفحفحة، كيكة جوز هند بقى او فانيليا والكلام ده، فطبعا هرشحها لكم بشدة. الناس اللي بتحب الحاجات التقيلة هتعجبها قوي قوي قوي. الناس اللي بتحب الحاجات الخفيفة الهادية الساحرة الجذابة دي، لا ما ارشحهاش خالص. وبرضه ما ارشحهاش ان تيجي مثلا عروسة تحطها في فرحها والكلام ده، لا خالص خالص. يعني الموضوع هيبقى ملفت. هي العروسة دايما بتحب الحاجات الهادية، الفلوري او شجري، الحاجات اللي انا رشحتها لكم برضو قبل كده. ولكن أذواق في الآخر. ويهمني بقى ان انا اعرف رأيكم في الحاجات الجديدة اللي انتوا عايزيني اعمل لكم بيها ريفيوهات. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة. اشوفكم في ريفيو جديد. باي باي.